بيبدأ الفيلم مع الطفلة روز والطفل أليكس وبيفضلوا صحاب لحد ما بيكبروا، وبنشوفها وهي في فرح أليكس ولابسة فستان وبتحكي لكل الناس اللي في القاعة عن حكايتها. وبنرجع بالزمن 12 سنة وبيكون ده عيد ميلاد روز ال 18 وهي وبتحتفل من كتر الفرهدة والشرب بيغمى عليها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها نايمة في سريرها وبتنادي على أليكس وبتقوله إن امبارح كان يوم صعب، وبيعرفها إنه لازم كل يوم لمدة أسبوعين يقضي ساعتين في المكتبة، وبيحكي لها عن واحدة اسمها بيسني وانها اشتغلت هناك لكنه بيقول لها انها مش بتحبه. وبعدها بنشوفهم وهم طالعين رحله مع اصحابهم وعايشين حياتهم في فرح ومرح والدنيا تمام، وفي نص اليوم بيقعدوا يتكلموا، وساعتها بتيجي بيسني تقول لأليكس ان المكتبه كانت وحشه قوي من غيره النهارده، فبيتوتر وبيقول لها انه كان مشغول شويه، وبتتكلم معاه كأن في بينهم حاجه، فبتسأله روز هي ليه بتكلمه كده، فبيقول لها ان بيسني عايزه ترقص معاه في حفله المدرسه، فبتشجعه يوافق وان الموضوع مش فارق لها اصلا، وبتنصحه لو عاوز ينجح في علاقته ويلفت انتباه اي واحده وانه يتقل عليها، وفي نفس الوقت يحسسها انها فيها حاجه مختلفه عن اي واحده، وبيسيب روز وبيروح لبيسني وبيقول لها انه موافق يرقص معاها، وبتكون بصلهم روز بكل غيره وحزن. وتاني يوم بيكونوا في المدرسه وهناك بيبعت أليكس رساله لروز وبيقول لها انه وقع في حب بيسني، فبتتضايق روز وبتشتم، وساعتها الاستاذ بيزعق لها وبيعرفها انها لازم تروح لمدير المدرسه، فبيقوم أليكس وبيقول له ان دي غلطته هو، فبيفتح الشات بتاعهم على الشاشه وكل زمايله بيسقفوا له لانه ما خافش. وبالليل بنشوفهم وهم في الحفله واليكس بيرقص مع بيسني وروز بترقص مع واحد غيره وده بيكون اسمه جريك، لكن كل واحد فيهم بيبص للتاني وبيكون باين على روز انها غيرانه جدا، وساعتها بتقرر تعمل حاجات مش عاوزه تعملها، كل ده بسبب الغيره. وبنشوف أليكس وهو في الحفله وحزين، وبعدها بيوصلها أليكس لحد البيت وهناك بيقول لها انه هيقدم على كليه الطب في جامعه هارفارد لان والده شايف انها واحده من احسن الجامعات في العالم، وبيقول لها انه عايزها هي كمان تقدم على كليه السياحه والفنادق في جامعه بوسطن لانه عارف ان روز طول عمرها عايزه تشتغل في اداره الفنادق وبعدها تفتح الفندق الخاص بيها، فبتقول له انها عايزه تعمل كده لكنها خايفه اهلها يرفضوا يخلوها تسافر لان الجامعه في مدينه تانية، فبيطلب منها تحاول تقنعهم، وفعلا بتحاول روز وبتقدر تقنع باباها رغم ان مامتها مش مقتنعه خالص، وبتقدم روز على الجامعه ومش بيعدي كتير وبيجي لها جواب انها خلاص اتقبلت في الكليه اللي هي عاوزاها، فبتفرح جدا وبتاخد الجواب وبتجري ناحيه بيت أليكس عشان تعرفه، لكنها لما بتوصل هناك بتعرف من اخت أليكس ان بيسني قاعده معاه، فبتقرر تمشي وبتكون زعلانه جدا، وفي الطريق بتحس انها تعبانه فبتروح الصيدليه وبتعرفها روز على حالتها، فبتديها اختبار حمل وبتطلب منها تعمله لان كل الاعراض بتقول انها حامل، وفعلا بتعمل روز الاختبار وبتعرف انها حامل، وبتكون زعلانه روز جدا، وبعدها بتكون في البيت وبتبعت لأليكس وبتكون عاوزه تتكلم معاه لكنه بيعتذر لها وبيقول لها ان عيله بيسني عازمينه على العشاء، وتاني يوم بيروح لها أليكس وهو مبسوط لانه اتقبل في الجامعه اللي نفسه فيها وهيسافر، فبتبارك له روز وبيسالها لو اتقبلت هي كمان في جامعه بوسطن، فبتكذب عليه وبتقول له لا وبتساله عن اخبار بيسني، فبيقول لها انها كويسه وانهم مبسوطين مع بعض، وبيطلب منها تسافر معاه للجامعه بتاعته لكنها بتقول له يسافر لانها معاها حاجات لازم تخلصها وبعدين هتروح له. وبعد كام يوم بيجي ميعاد سفر أليكس وبتروح روز تودعه ومش بتقول له انها حامل عشان لو عرف مش هيسافر، وبتكون زعلانه جدا، وبتعدي فتره وبنشوفها وهي في البيت وباين على بطنها انها قربت تولد، وبتقول لمامتها انها حامل في بنت وانها هتديها لعيله تانية يربوها لانها مش هتقدر تتحمل مسؤوليه طفل، وبعدها بيجي ميعاد الولاده ولما بتولد بتخلف بنت وبتسميها كاتي، واول ما بتشيلها بتحس انها مش هتقدر تستغنى عنها وتديها لعيله تانية، وبترجع في قرارها اول ما بتحس بالامومه اتجاه بنتها، وبتعدي الايام وبتربيها بنفسها وما بتدخلش الجامعه، وكل يوم بتحبها اكتر من اليوم اللي قبله. وفي يوم بتكون روز ماشيه في الشارع وفجاه بتشوف بيسني فبتحاول تستخبى منها لانها مش عايزاها تعرف انها خلفت، لكنها بتشوفها بيسني وبتفتكرها شغاله مربيه، وفعلا بتقول لها روز ان الشغلانه دي بتكسب فلوس حلوه، فبتسالها بيسني عن ابو البنت لكنها بتسيبها روز وبتمشي. وتاني يوم بتتفاجئ ان أليكس جاي لها البيت وبيقول لها انه هيقضي الاجازه معاها، فبتطلب منه يخرجوا بره لكنه بيرفض وبيقول لها انه هيقعد معاها في البيت، وبيدخل فعلا، وهنا بتحاول روز تخبي اي اغراض تخص بنتها كاتي عشان أليكس ما ياخدش باله، لكنه بيقول لها انها مش لازم تعمل كده لان بيسني قالت له ان روز عندها طفله، وبيقول لها انه ما كانش متخيل انها ممكن تخبي عليه حاجه زي دي، وبيسالها عن جريك فبتقول له انه جات له فرصه شغل في مدينه تانية وسافر، ومن ساعتها وهي ما تعرفش عنه اي حاجه، فبيطلب منها يبقى الاب الروحي لكاتي،
وبتوافق جدا. وبعدها بيجي ميعاد سفر أليكس وبتودعوا روز وبيكونوا زعلانين عشان هيبعدوا تاني. وبترجع روز لبنتها كاتي وفعلا بتقدر تربيها وبتتحمل مسؤوليتها. وبتعدي 5 سنين وبتكبر كاتي وبتدخل الحضانة. وطول السنين دي بيكون أليكس على تواصل معاها، وكمان بيحتفل كل سنة بعيد ميلاد كاتي. وبنعرف ان روز اتوظفت في فندق وكمان سابت بيت اهلها واستقرت هي وبنتها لوحدهم. وهناك بنشوف سالي ودي زميلة أليكس في الجامعة، وكمان أليكس مرتبط بيها وعايشين مع بعض. وفي يوم بيكون روز بتفسح بنتها فبيبعت لها أليكس رسالة وبيقول لها انها وحشته وبيعزم عليها تيجي تقضي معاه كام يوم. فبتفرح روز وبتقرر تسافر له، واول ما بتوصل له بتلاقيه جايب لها ورد ومستنيها. فبتجري عليه وبتحضنه وبتقول له انه وحشها جدا، وبياخدها وبيروحوا حفلة مع اصحابه. وهناك بيفضلوا يهزروا سوا وبيفضلوا يلعبوا طول اليوم. وبيروحوا يقعدوا في الجنينة وبتقول له انها مش ندمانة على بنتها كاتي. لكن الغريب ان كاتي بتفتكر أليكس اكتر من جريك ابوها، وعشان كده روز حبتها. ولما بيرجعوا البيت بتستقبلهم سالي، فبتستغرب روز وبتكون مش عارفة مين دي. وبعدها بيقعدوا يتغدوا مع بعض وبيكون معاهم اخو سالي. وساعتها بتقول لروز انها حامل من أليكس. فبتتصدم روز وبتبارك لهم وبتسأل أليكس ليه ما عرفهاش خبر زي ده. فبيقول لها انه افتكر انه قال لها. وهنا بتتعصب سالي لانها بتحس ان أليكس بيحاول يهرب من الموقف، وبتحس انه ما كانش عايز حد يعرف بعلاقتهم. وبترمي كل الاكل على الارض. وتاني يوم بيخرجوا كلهم مع بعض وبيروحوا حفلة. وهو بيتكلم معاها بتيجي سالي عشان تعرفه على دكتور كبير موجود في الحفلة. وساعتها بتقول له روز يروح، وبتكون زعلت وبتسيب الحفلة وبتخرج. فبيطلع وراها أليكس بسرعة وبتعاتبه روز لانه فضل طول اليوم معاها وما قالهاش ان سالي حامل. وبتقول له انه خلاها تيجي عشان يحس بحياته القديمة اللي بجد، مش الحياة اللي كلها تمثيل وكده. وبتقول له انه بيعيش حياة وحشة جدا، وبيقول لها حتى لو حياته وحشة لازم يستنى طفله اللي جاي بدل ما يتولد ويعيش حياة مع ام بس بدون اب. فبتحس روز انه بيغلط فيها فبتزعل وبتقول له يرجع للحفلة بتاعته. وبتمشي روز وهي زعلانة وبترجع بيتها. وبتشوف رسمة بنتها لباباها ومامتها فبتصورها وبتبعتها لجريك. وتاني يوم وهي في الشغل بيروح لها وبيقول لها انه رجع من السفر عشان بنته. فبتقول له انها بعتت له الرسمة كده لكنها مش عاوزة تشوفه لانه ما كانش موجود وقت ما تعبت هي وبنتها. لكنه بيتأسف لها وبتقرر تديله فرصة وتشوفه هيعمل ايه. وبتطلب منه يشتري اغلى جزمة لبنته في عيد ميلادها. وبنشوف جريك مع بنته وهو جايب لها لعب وحاجات، وباين انه اتغير وبقي شخص مسؤول. وبيخرجوا يتفسحوا وبيعيشوا حاجات كان لازم يعيشوها من زمان. ولما بتحكي لصاحبتها بتتصدم وبتقول لها ان ده اتخلى عنك في اكتر وقت كنت محتاجاه فيه، ازاي قررتي ترجعي له بالسهولة دي؟ فبتقول لها روز انها بترتاح له وانه ابو كاتي، وكل ما بتشوف بنتها بتفتكره. ده غير ان البنت شبهه في حاجات كتير. وبعدها بيشوف أليكس دعوة الفرح بتاعه روز وجريك لكنه مش بيهتم ومش بيروح. وفعلا بنشوفهم يوم الفرح وبيكونوا مبسوطين جدا. وفي يوم بتتصل روز بأليكس عشان تطمن عليه، لكن بترد سالي وبتقول لها ان هي وأليكس سابوا بعض في نفس اليوم اللي هي وجريك اتجوزوا فيه. فبتستغرب روز وبتحس ان ده حصل بسببها وبتحس بالذنب. وفي نفس اللحظة بتتوجع سالي وبتكون هتولد. وساعتها بنشوف أليكس وهو في البيت وبتبعت له رسالة واحدة صاحبته اسمها تولد وبتسأل عليه. فبيقول لها ان سالي كان ليها علاقة غرامية وان ابنها ده مش من أليكس، لكنه بيقول لها عادي وانه كده كده ما كانش مستعد يبقى اب. وبتعدي 5 سنين وبتودع روز اهلها عشان مسافرين رحلة، وبتقعد مع بنتها كاتي اللي بقي عندها 12 سنة. وبنشوف روز في شغلها في خدمة الغرف، لكنها فجأة بتلاقي بيسني جاية الفندق. واول ما بتشوف بيسني بتبص لها بتكبر وبتقول لها ايه ده انت شغالة هنا؟ وبتطلب منها تخلي حد يروح ينظف لها اوضتها وبتسيبها وتمشي. وبعدها بتكون روز في البيت وبتتصل بيها مامتها وهي بتعيط وبتعرفها ان في خلال رحلتها هي وباباها للاسف اتوفى. وبتتصدم روز لانها كانت بتحب باباها جدا. ويوم العزاء بتتفاجئ روز ان أليكس جاي لها عشان يعزيها رغم انهم مش بيتكلموا من فترة كبيرة. وبيواسيها أليكس وهي وبتعيط بيجي جريك وبيكون سكران وبيضحك وبيطلب من أليكس يبعد عن روز وبياخدها ويمشي. وبعدها بيكتب لها أليكس جواب وبيعترف لها انه بيحبها وانها تستحق حد بيحبها بجد وبيبعت لها الجواب. لكن ساعتها بيشوف الجواب جريك وبيخبيه منها وبيديها جواب تاني كان بعته ابوها ليها اثناء رحلته. وبيحكي لها عن السفرية وقد ايه هو مبسوط باجواء البحر وانه عدى كتير من عمره وكان نفسه يروح الاماكن دي. وبيقول لها ما تيأسش ولازم تكمل في حلمها وانه هيفضل فخور بيها مهما حصل. وبعد كام يوم لما بترجع الشغل بتقول لها صاحبتها ان في حجز ظهر على السيستم في قاعة الفندق، وبتكون فاكرة ان جريك محضر لها مفاجأة بسبب عيد جوازهم. وفي نفس الوقت بيتصل بيها جريك وبيقول لها انه هيفضل كام يوم في الشغل، وبتتصدم جدا وبتكون عارفة انه بيكذب. وبتقرر تروح له في القاعة اللي
تبع الفندق اللي بتشتغل فيه، وفعلا لما بتدخل بتلاقيه واقف مع واحده، فبتضربه قدام كل الناس وبتمشي. ولما بترجع البيت بتشيل كل الصور واي حاجه تفكرها بيه، وهي وبتفضي المكتب بيكون في درج مقفول، ولما بتكسره بتتفاجئ ان أليكس كان باعت لها جواب، وبيكون كاتب لها أليكس في نهايه الجواب ان جريك مش مناسب ليها، وانها تستاهل حد بيحبها بكل حاجه فيها، وبيكون بيعترف لها بحبه وانه مش عاوز يكمل من غيرها، وبيعرفها انه مستني ردها، ولو اتجاهلت كلامه مش هيفتح الموضوع ده تاني. فبتقوم روز بسرعه عشان تكلمه، لكنها بتتفاجئ ببيسني هي اللي بترد عليها، فبتسالها روز هي بتعمل ايه مع أليكس، فبتقول لها انهم ارتبطوا وخلاص هيتجوزوا، وبتطلب منها تيجي تحضر الفرح. ودي بتكون صدمه تانيه لروز بعد ما كانت فاكره انها خلاص المره دي هتفضل مع أليكس. وبعد تفكير طويل بتاخد كاتي واتنين من صحابها معاها وبتروح الفرح، وبتكون روز بتفكر تعترف لأليكس بحبها قبل الفرح عشان يعيد تفكيره تاني في جوازه من بيسني، لكن لسوء حظها الطياره بتتاخر، ولما بتوصل بتلاقي أليكس وبيسني خلاص اتجوزوا، فبتقف قدام كل الناس في الفرح وبتحكي ذكريات ليها وهي مع أليكس، وانها هتفضل جنبه طول حياتها لانها بتحبه كاخ او صاحب، وبتبارك له على جوازه من بيسني. لكن أليكس وبيسني بيكونوا ملاحظين ان روز زعلانه، وبعدها بيرقصوا، فبتسيبهم وبتطلع تعيط بره، وبتلاقي بنتها بتجري وهي زعلانه فبتروح وراها، وبيكون أليكس ساب عروسته عشان يشوفها مالها، وساعتها بتقول لها كاتي ان زميلها توبي اعترف لها انه بيحبها، لكن هي صدته وزعلت وسابته ومشيت. فبينصحها أليكس انها لو رفضته هتدمر حياته وهتخليه يدور على اي واحده حلوه عشان ينساها، وهتنتهي القصه بانه هيتجوز واحده غيرك. وده بالفعل اللي حصل مع أليكس وروز، وبيكون بينصحها عشان ما تعملش زي مامتها. وبعدها بتقرر روز ترجع مدينتها مره تانية، وبتبيع البيت اللي كانت عايشه فيه وبتشتري بيت على البحر، وبتعمله فندق لان ده كان حلمها طول عمرها. وبعد فتره بتتفاجئ روز ان أليكس جاي لها الفندق وبيبارك لها عليه، وبيقول لها انه محتاج اوضه، فبتساله عن مراته، فبيقول لها انهم انفصلوا عن بعض، وبيحكي لها نفس الحلم، وبيقول لها انه كان طاير، وبيقول لها انه في كل مره كان بيحلم الحلم ده كانت بتكون هي اللي معاه، وبيطلب منها يفضلوا مع بعض، وبتكون مبسوطه بأليكس جدا. وبس بينتهي الفيلم والابطال بامن وامان. اكتب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.